وشكرا. يعطيك العافية أستاذ منصور البلوي، عضو شرف نادي الاتحاد اللي أعلن انسحابه من المشهد الرياضي السعودي. نشوف رأيك كابتن محمد، عندك تعليق في الموضوع؟ والله أبو ثامر، أعتقد أنه خسارة للرياضة السعودية وخسارة لنادي الاتحاد. أعتقد أي رئيس ناجح يا أبو بدر أنه الجمهور يا يطالب بعودته أو يطالب باستمراره. أعتقد أبو ثامر يمكن دفع من جيبه الخاص الملايين والملايين على نادي الاتحاد، وأعتقد من الأجهزة الفنية المميزة من اللاعبين الأجانب المميزين وصل النادي للبطولات والإنجازات وكأس العالم. أعتقد أنا لو أنا من ضمن جمهور الاتحاد يمكن ما أقبل بهذا القرار نهائي، لأنه منصور بلوي أعتقد أنه يجيني رجل أعمال وبفكر، أعتقد فكر عالي، وأخسره بالسهولة هذه. أعتقد من الصعب جدا يعني أتقبلها من عضو شرف أو رئيس نادي ناجح. أعتقد منصور بلوي أبو ثامر نجح بجميع المقاييس صراحة، يمكن خدم الاتحاد كعضو شرف وكرئيس وكمدير كرة للفرقة وكمسؤول عن الفريق الأول. أعتقد أنا جمهور الاتحاد عنده الكلمة الآن أنه يخلي منصور البلوي يعدل عن هذا القرار. يعني يظل في الأخير هو قراره، يعني لا تستطيع أنك تقول تطالب يحترم القرار. لازم يحترم القرار، يعني ما تقدر تقول للجمهور روحوا غيروا لأنها كانها دعوة مباشرة للفوضى، لا يعني بالتأكيد أنه في الأخير هو قراره، هو أبخص بالظروف المحيطة في عمله، على الأقل أنه يحترم قراره. تفضل. شوف يا أبو بدر، أولا قرار سد النفس، اوكي، بدون يعني كلام ولغه عربيه وقوقعه وما الى ذلك. شيء يسد النفس. والرجل والله اعلم انه طفش، في شيء طفشه. يا اخوي كم قياده رياضيه عندنا في الوطن العربي، كم هم القاده الرياضيين يا اخوي، نشحتهم شحاته عشان يطلع لنا قائد صاحب فكر صاحب حضور. اليوم نخسر منصور بلوي بهذه الطريقه بهذه السهوله بهذا القرار. يعني ما زادنا منصور بلوي الا حيره في هذا الموضوع. يعني لا هو اللي يوضح ولا هو اللي يريح ولا هو اللي ولا هو اللي دخل الانتخابات. يعني ارحموا جمهور الاتحاد وارحموا الصراحه الوضع اللي قاعد يصير. يا اخي سنه تجيب الهم، الله يعديها على خير. انت تريد وانا اريد ويفعل الله ما يريد. فاصل نرجع نكمل. امطر خير، أمطرت خير، استاد دولي جديد وتوسعة القديم بأمر الملك. ونواف بن فيصل ترأس أهم اجتماع لاتحاد كرة القدم. الاتحاد يغلي وأنباء عن رغبة رفيعة برئاسة الجهني. الجولة مع الأهلي في ملعب وقصر ومقر بني راقي. منصور البلوي يعلن أهم قرار رياضي في حياته.